سلام البنات، مرحبا بكم معايا. اليوم جبت لكم فكرة للحفلة المدرسية. على بالي بلي كاع راكم تخموا، واليوم جبت لكم حلوة هي طلبتها وراهي طوندونس. أم، بنينة بزاف، خفيفة ظريفة اقتصادية. أه، وتحمر الوجه، وبمقادير ساهلين كاع عندكم في الدار. هنايا راني درت 2 حبات بيض، كاس سكر حرش ولافاني، ونخلطه مليح حتى نحس بلي السكر ذاب. ومن بعد نزيد له كاس تاع زيت و250 غرام تاع مارغرين تكون بحرارة المطبخ. نعاود 2 حبات بيض، كاس سكر حرش، كاس زيت، كاس مارغرين طريه ولا 250 غرام، يعني بنفس الكاس تاع ام وليد نديرو كاع المقادير. السكر ديرو حرش، ما ديروش شكر كلاصي. بهذه الطريقه غير بكف اليد. واللي عندها بيتخان ولا باتر دير. انا درت غير بيدي هذه نوتمو الحشا، يعني كما على بالكم بدلوا لهم موعد تاع الاختبارات وكاع، ما كانش على بالي بلي غادي يديروا حفله تاع نهايه الدراسه. ما قالت لي ماما راني باغيه ديري لي هاد الحلوى، دوك تعرفوها جات روعه. هنايا زدت لها 10 تاع كاكاو خير نوعيه مليحه، تكون ريحتها شابه، والبني متشوش الاسود. هنايا حوالي 4 مغارف كبار تاع كاكاو. من الاحسن تغربلوه في صفايه قبل ما ديروه. انا من راني مقلقه درت كل شيء في خضره. كما راكم تشوفوا تخلطوا مليح حتى يولي كي شغل بوماد بهذه الطريقه. من بعد نزيد له الفرينه ووحده فرفاره خميره الحلويات. الفرينه تجيكم واحد 4 كيسان ونص هكا ولا 5 كيسان. المهم العجينه تكون طريه، تلصق شويه، ماشي كيما تاع الصابلي، باش الحبه تاع الكاطو تجينا من الداخل مشمخه وطريه وخاويه من الداخل هكا طالعه، ما تجيش مقرمشه كي الصابلي. المهم كما كنت تشوفوا ما شدليش كاع الوقت. مور الحشا درتها لبنتي، فرحتها، وانا كوجت عليا ندير لها اكثر من هاك، بصح يعني عجبها. درت لها بالحاضر. كما راكم تشوفوا هذه هي العجينه تحصلوا عليها طريه. دروك نبدا نشكل في لي كوكيز تاعي. هنايا نوريكم 10 تاع بيبي دو شوكولا دادا، و 5000 حلوى هذه ملونه. هنا نشكل عجينه يعني نعبسها غير بيدي، لا مو لا والو، يعني مش لكمش كاع اللي يتساهل ويقطع حوالي 35 حبه ولا اكثر كيما هكا. راني ندير لهم هكا كلي شكل تاع كوكيز كما تعرفوهم، يجوا هكا كلي عشوائيين، ماشي مطبوعين بالطابع. وهذه لاغوسيت ماشي تاع كوكيز الاصليه، نورمالمون يديروا فيها سكر البني وكاع، بصح حنا نديروا بالمقادير اللي عندنا. وجاو روعه، بنان بنان ويذوبوا في الفم كما راكم تشوفوا. دروك ولا الحبه تاع اللي يبغي يوزن يدير 35 غرام ولا 40 غرام. انا درت عينيه ميزاني. ودروك البيبي دو شوكولا نزوق فيهم غير من الفوق. اللي بغات دير لا شريتي زعما بزياده ديري في الوسط، بصح هذه الكميه تاع 10 تجيك نيشان غير من الفوق هكا. كما راكم تشوفوا نجمي تكتفي غير بالبيبي دو شوكولا، ما تزيديش هذيك الحلوى، هذيك اختياري. هذا مكان. وهنايا نكونوا مسخنين الفرن 170 درجه
نص ساعة قبل هكا من تبدي ديري الكاطو. شعلي الفور تاعك يحمى، ونشعل عليه غير تحت، نشعل عليه غير تحت. من بعد من نطلعه حتى في ما نطيبهش كاع من الفوق. الفوق يعني يطيب غير بالسخانه تاع الكوشه كيما هكا. وسيو ما تحمروش من تحت، يطيب في غرده 170 درجه حوالي 20 دقيقه هكا. هذه هي، ما يشدش الوقت يعني بالخف يطيب. نديرو له 170 درجه باش يطيب لنا من الداخل. هذا ما كان طوندونس ويبغوه يعني صغار بنتي في سويام في المتوسطه، هي طلبتها لي وصحابتها يبغوه، درت لهم الطلب تاعهم كيما هكا. وهنا من خرجته من الفرن خليته برد، حطيته في هذا الصحن نوريه لكم كيفاش داير من الداخل. طيبه ثاني، شوف شو يتفتت غير روحه. شوفوا الداخل كي داير، تحسيه مشمخ. شوف شباب بزاف، شغل براونيز هكا خفيف. شوف ماشي كيما الصابلي يجي ناشف ومقرمش، هو لا شوفوا كي جا داير. هذاك السكر الحرش كلي خلاه مشمخ وخلطته مليح. يعني ماذا بيكم هذوك الزيت والدهن دخلوهم في بعضهم بعض مليح باش تخرج لكم نتيجه شابه. كما كنت تشوفوا قطع لي كميه كبيره. نتمنى تجربوه وانتم ثاني تفرحوا وليداتكم. هنايا راني نوجد لها في لابواط اللي تديها فيها كيما هكا. الله ينجح اولادنا ان شاء الله. العام الجاي ان شاء الله يكون خير من هذا العام، ونتائج ان شاء الله لما داش نتائج مليحه هذا الخطر العام الجاي ان شاء الله يزين روحه. هنا راني نوري لكم في الطياب تاع الكوكيز كيفاش طيبتهم. كما قلت لكم غير تحت، ما تشعلوش عليه كاع من الفوق، يجيكم ما شاء الله وتدعوا لي. نتمنى تجربوه تفرحوا بنياتكم ووليداتكم، مام صحابهم يفرحوا. وشهية طيبة، والى اللقاء وصفة اخرى ان شاء الله.